عايز تبيض أسنانك في البيت؟ استنى شوية قبل ما تجرب أي وصفة من الإنترنت، لأن ممكن تبوظ أسنانك من غير ما تحس. النهاردة هنتكلم عن كل طرق تبييض الأسنان في البيت، إيه الصح منها وإيه اللي خطر، وكمان هقولك إزاي تحافظ على أسنانك بيضة من غير ما تضرها، والأهم ليه في فرق كبير جدا بين النتيجة اللي بتشوفها في البيت واللي بتكون عند دكتور الأسنان، وإيه السر ورا الفرق ده. خلينا نشوف مع بعض في الفيديو. خلينا نبدأ بأبسط وأشهر طريقة تقريبا، معجون الأسنان المبيض. كتير من الناس بيشتروا معجون مبيض على أمل إنه يخلي أسنانهم بيضة زي الإعلانات، لكن الحقيقة إنه بيشيل التصبغات السطحية بس، زي الشاي والقهوة. هو بيرجع الأسنان للون الطبيعي، لكنه مش بيغير لونها زي ما الناس فاكرة. الطريقة التانية اللي بقت مشهورة جدا شرايط التبييض. الشرايط دي فيها مادة اسمها هيدروجين بروكسيد، وبتتحط على الأسنان حوالي نص ساعة يوميا. ممكن تفتح درجة أو درجتين في أسبوعين تقريبا، لكن النتيجة مؤقتة، وبعد شهور بسيطة اللون بيرجع تاني. كمان مشكلة الشرايط إنها ساعات بتسبب حساسية أو التهاب في اللثة لو المادة لمستها. طب ليه النتيجة مش بتدوم زي التبييض عند الدكتور؟ هقولك السر كمان شوية. الطريقة التالتة اللي ناس كتير بتجربها الوصفات الطبيعية، زي الليمون، البيكربونات أو الفحم. الناس بتفكر إنها آمنة لأنها طبيعية، بس دي أكبر غلطة. الليمون فيه أحماض بتاكل المينا، البيكربونات والفحم مواد خشنة بتخدش سطح الأسنان. النتيجة أسنان ضعيفة، حساسية، وتسوس أسرع. باختصار، أي تبييض من غير إشراف ممكن يعمل مشاكل: حساسية الأسنان، ألم مع أي حاجة ساقعة أو سخنة، التهابات في اللثة بسبب المواد القوية أو لو الشرايط لمست اللثة، تآكل المينا، ودي أخطر حاجة لأن المينا لو راحت مش بترجع تاني. الحل مش إنك توقف تفكر في تبييض الأسنان، بالعكس، التبييض آمن وفعال جدا لو اتعمل بالطريقة الصح، وده بيكون عند دكتور الأسنان. في نوعين من تبييض الأسنان: التبييض داخل العيادة، وده بيتم بجلسة واحدة والنتيجة بتبان فورا، والتبييض المنزلي تحت إشراف الدكتور. بتكون قوالب خاصة بأسنانك مع جل بتركيز آمن بتستخدمها في البيت لكن بمتابعة الدكتور. الفرق الكبير هنا إن الدكتور بيحدد التركيز المناسب وبيتابعك لو حصل حساسية أو مشكلة. حتى لو عملت تبييض النتيجة مش هتستمر من غير عناية. علشان تحافظ على أسنانك بيضة، قلل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، اغسل أسنانك مرتين يوميا بمعجون مناسب، استخدم خيط الأسنان، واعمل تنظيف جير عند الدكتور كل 6 شهور. الخلاصة، التبييض في البيت ممكن يدي نتيجة بسيطة، لكنه مش دايم وأحيانا بيكون خطر. لو عايز ابتسامة مشرقة وآمنة، خلي التبييض تحت إشراف دكتور الأسنان. ولو الفيديو فادك اعمل لايك وشير واشترك في القناة علشان توصلك فيديوهات جديدة عن صحة الفم والأسنان. واكتب لي في الكومنتات جربت قبل كده تبييض في البيت وطلع معاك عامل ازاي.